السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في فيديو بس أو هو هي في مشكلة واحدة في الفيديو، إن دي قناة أحمد طارق. أحمد طارق مش موجود. حصل. فقررنا إن احنا هنجيب مكانه النهاردة شخصية. هو مش أنا اللي جبناه، هو سرق البيت وعمل هو عم فتحي السماك كالعادة سرق البيت، وإحنا دلوقتي وكمان هو بيجح، هو ما سرقش البيت، هو عمل بيت قهوة. وعمل البيت قهوة. وإحنا قلنا نعمل فيديو قعدة قهوة في الاستوديو اللي هم المفروض بقى قهوة. طب عم فتحي عم شو يا فتحي حبايبي؟ صباح الفل يا عم فتحي. صباح النور. تعالى عم فتحي بس للكاميرا عشان تبقى. ويلكم تو فتحي كوفي شوب. استاذ عليكم بقى. خافش يا حبيبي، خاف اوعى. طب تمام إحنا انتوا بتصوروا؟ ماشي. سميرة. ايه؟ فتحت المشروع. بس الشاي ده تقيل قوي. تمام استنى ده مال اهلي. عم فتحي استنى نطلع. ماشي يا عم فتحي. عم فتحي عم فتحي انتوا معاكم فلوس. عيب يا عم فتحي اللي انت انتوا عايزوا بتقوله. فلوس. ايه بقى عم فتحي؟ ماشي يا عم فتحي. عامة عم فتحي قعدنا ببلاش. قعدنا بقى. عم فتحي عم فتحي ساعات بحب عم هذا فتحي. عم فتحي ساعات بحبه بس في أغلب فرقع. يلا بقى. انا مؤاخذة بس يا حبايبي، انا عايز اطلع معاكم في الفيديو بس عشان اتشهر انت على راسي. اتفضل. وهتزحلق. أنت على راسه بقى عم فتحي. مش موجود اصلا. كلمة كمان هديكوا الكوبايه فوق اقول لكم. اوعى انت تخين. الفيديو مبدئيا بقى لاسباب الظروف ان احمد طارق في الجيش. طبعا احمد طارق اخويا حبيبي، اداني بيته والاستوديو بتاعه، قال لي شغل الدنيا وكده، حصل. فقلبت البيت كوفي شوب لحد ما احمد يخلص جيشه. ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. بس يا اسطى احمد طارق كلمني وقال لي ان هو كان بيزعق وبيصوت، ما كنت سامع صوت خالص. لا ما تشغلش بالك، هو كان عنده ضرب نار وبتاع، فاهم؟ ربنا معاه. هو طب انا انت يعني يا عم فتحي انت واخد مكان عليه لبش يعني. اقفل بقك يا حبيبي، ها؟ اقفل بقك. ماشي انت بس خطوة برضه على- عم فتحي يعني هو مفيش حد بيعرف يتكلم في الجيش يعني. المفروض احمد طارق بينزل اجازه اليومين دول. عم فتحي ربنا معاه محجوز. واقفل بقك انت كمان، ها؟ لا خلاص. طب عم فتحي انا عندي لك يعني كذا سؤال. انت اقفل بقك. انت شايف بما ان احنا قاعدين في قهوة النجم بتاعنا. عم فتحي، اه فاحنا وفي اصلا الموضوع غريب جدا، احنا بقالنا كتير عاملين سلسلة قعدة قهوة بس وانا اول مره اطلع معاكم. بس ساعه اخر فيديو طلعت معاكم كان صح. عم فتحي نسيت اقول لك بقى، صح انا كان معايا ساعة عم فتحي في الفيديو ده راحت فين؟ انا اصلا برضه فاكر، انا بقالي فترة يعني بقلبها في دماغي. هي مش دي، لا هي فين؟ كان في ساعة كانت معايا في الفيديو ده، الساعه البرتقالي. راحت فين بقى؟ الاحمر ربنا يرجعه بالسلامه. اه اخدها مني وقال لي خد دي يا عم فتحي، ده خدتها منه. طب ده حبيبي. وهي جت في ايدك ازاي؟ ما بقول لك احمد اخد مني الساعه البرتقالي اداني دي، فانا بس وانت جبت منين الساعة البرتقالي؟ من احمد حبيبي. ما دي ساعة تانية. عم فتحي بس كان عليها صورتي تبقى بتاعتي. ممكن مقنع. خد يا واد يا بيضاني، انت ودي الكوبايه. ماشي عشان خايف منك. طب عم فتحي يعني برضه انت نشاطك ما كانش القهاوي يعني، انت كان نشاطك سمك. السمك والماراثون وافعال الخير. طب انت ايه اللي جاب في دماغك ان انت تفتح قهوة؟ انت عارف عم فتحي بيقولوا انت عارف عم فتحي بيقولوا ايه على القهوجي؟ لا سيد الناس. شغلنا جدع وكل اللي بيشتغلوها جدعان. ايوه عشان نروح. سادي بترن ومين اللي بيرن ده احمد طارق. ده؟ ما علينا. احمد الواد فين؟ فين الواد فين؟ في الجيش ربنا يقويه حماة مصر. طب احنا بما ان احنا قاعدين في قهوة والبرنامج اسمه قعدة قهوة، لا معانا اتنين. مش قعدة قهوة، قعدة عم فتحي. ما هي بقت قاعدة بقى فتحي. ماشي، ومعانا اتنين كانوا شغالين قهوية في يوم من الايام. الحمد لله. شغلني معاك يا عم فتحي. انفع والله.
انا كنت شغال كابتن اوردر عامة قبل كده. اشتغل من غير قبض عامة ماشي. عامة يعني هو افضل بسم الله. كوباية شاي في اليوم ماشي. اللي انت شايفه عم. نعمل انترو بقى عشان نخش. إيه ده؟ حد فيكم يعمل انترو؟ طيب محمد ولا مش موجود؟ اكشن. يا جماعه بس معلش في ايد عماله بتخبط فيا مين؟ لا دي مش ايدك. المهم يا حبايبي انتوا عايزين نبقى فين؟ حبيبنا بصراحه مش عارف اه. نفع عادي. والله يعني يا عم فتحي يعني احنا كان نفسنا نتمسح في بركاتك اه ونقعد في قهوتك ونعمل معاك فيديو. مثلا انت البطل يعني. هتدفعوا كام بقى؟ ما هو انت يعني انت برضه يعني لو متابع عم فتحي اه في ناس كتير بتتصيد في المجال ده. ياخدوا منه فلوس. اه وقت القدر بقى عم فتحي. فاهم. يعني زي ما انت شفت برضه يعني كان في ناس صيطت بسبب الحوار ده. انا اللي مصيطه. بجد والله. انت هتكدب عمك فتحي انا. اكيد يا عم فتحي اكيد. مين بقى؟ مش بدون ذكر اسماء. ذكرى اسامي فاهم؟ هما ناس دلوقتي في القمه بيتسافروا. ايوه مين يعني يا عم فتحي؟ حبيبي انت خاطب بقى خلي بالك على نفسك عشان خطيبتك برضو ما تبقاش ارمله من قبل الجواز. فتحي خلي بالك انت نجيتك ما بقتش عاجباني. انت فاكر احنا عملنا محكي قبل كده صح؟ كنت في الاول قبل ما ابقى في البرايم بتاعي كنت دلوقتي في طب ميل. بص قدامك ياض الحقيقة. عشان يبقى ايه جميل وقلبك طيب. بص بقى يا جميل. عشان احنا كتير قوي. بص عشان كده مش هنعرف نصور الفيديو ده، احنا لازم نعلمه عليه مره هو هيتقرص عليه بعد كده صح؟ طب وقف يا ابني الكاميرا دي. قسما بالله ماشي يا عم فتحي يعني بس يعني انا شايف ان كده ممكن نبتدي بقى الفيديو. يعني ممكن بس في ليله الكوره بعد اذنكم عشان الجو ساعه. لا يا عم فتحي مفيش في لا في ليله الكوره. عم فتحي مفيش فلنات وهتقعد في الفيديو كده. حسب الحلقه تمام. طب بعد اذنكم يا رجاله بس ممكن البس فانيلا. لا هي مفيش كورة بس. فللات واحنا هنكمله الفيديو. وعدي يومك. عشان سميرة. عدي يومك يا عم فتحي حاضر. عشان ما نضربش تاني. حاضر يا حبيبي. سميرة كانت عايزه ورق. يلا بينا بقى نتكلموا هنقولوا بقى ايه اغرب موقف حصلت معانا في الحلقة. يعني انت كدوحه انت بقى كواحد ما ينفعش نقعد كده ما نقعدش في حاجه مش البس الفانيلا. لا معلش عايزين 5 احلى بس. تعبك بس عايزين نخلص صح. لو مفيش تعب ليك يعني. بس عندك انت تلاقوه كارف على صابون لوكس كده. مش مشكلة أهم حاجة إن إحنا عايزين 5 احلى. ماشي. طب الفانيلا عشان طب بعد يا عم فتحي يا عم فتحي هو بيجي بس على النار. ممكن ميه. طب عم فتحي ازاي كده؟ انت ما كملتش دقيقتين في 5 كوبايات. عامل السن يا حبيبي عامل السن وانا هداك. بلاش الحاجات دي بتحس. وانت قد يوم. ماشي بما انك انت بقى دوحه راجل هواجي قديم. هواجي قديم يعني. انت هوجي. القهوجي احمد يا عم. ماشي يا عم. شغلك معايا 50 جنيه في اليوم ماشي غير التوبس. توبس. لا حد الله. ياض التوبس ممكن تطلع لك ب 200 جنيه في اليوم. يا عم واحد 200 الله جنيه بقى. في الساعه. ارجع بس كده يا عم. 200 جنيه في الساعه وبقنعك بيها والله. ياض الزبون هيجي لك وانت تديهم مشروب ويديك توبس. يا عم لا توبس فلوس. شغال انا شغال. انا شغال. توبس. لا صناعي. المهم يعني احكي لنا بقى على ايه مواقف غريبه حصلت معاك بقى يعني مواقف كتير قوي يا جدعان والله. مثلا. اولهم الزباين اللي هي التنكه مثلا يعني. ممكن تبقى داخل على زبون تلاقي حاطط رجل على رجله ماسك السيجاره. طب يا عم احترم في شاب داخل عليك. عارف انت اللي بيعجبني في الموقف ده ايه؟ لو بيبقى قاعد كده وحاطط رجل على رجله وقاعد بيشرب سيجاره كده. ومعاه اتش بي احمر. لا مثلا. اتش بي احمر وفي الاخر يقول لك ايه؟ واحد شاي.
طب يا ابني ما لا وغير كده بقى اديني انا الكابنت. انا بزاوله بقى، اللي هو الزبون اللي يبقى كده بزاوله. ممكن اكون بعد واحد شاي، ممكن انزل له رجل عم عافيه. عبده والله ممكن انزل له عم رجل واحد عبده. عافيه، فاهم؟ انزلها له واللي هو نزل رجلك بس انا بكلمك حبيبي يعني. عامة انا في حاجة بكرهها جدا انا، ان انا جت عليا فترة من الفقر انا وعلي كنا بنقعد على القهوة كل يوم، قعدنا على القهوة نزلنا لنا الاثنين امريكاني. لا هو عامة القهوجي بقى حافظنا. اه انت عارف النهارده، يعني النهارده مش من بعيد حصل موقف. احنا اول ما دخلنا على القهوه طلبنا الاثنين الامريكاني بتوعنا انا واشرف. احمد فهمي جه قعد معانا قال له قال له ايه، عايز التالت؟ عايز ايه بقى بس؟ تالت ايه؟ عايز التالت دي وحشه، خلي أيوة. بالك انا فهمتها غلط غلط ما بقى. فهمهاش في الاول فعلا. انا قلت انا جا في دماغي هم اخدوا 2 قبلي ولا وانت يا عم فتحي بما انك بقى دخلت الكار واكيد مريت بتجارب كتير فيه، يعني ايه اغرب حاجات حصلت لك مع القهوه؟ مره كنت قاعد معاكم انتوا الاتنين في الشتاء لو تفتكروا، يعني لما كنا قاعدين طالبين ام علي وشاي وبتاع، وانا كنت طالب شاي. لما كنت بتكلم وبتاع من غير قصد رحت خابط كده على الترابيزه، راح كوبايه الشاي بالنعناع اتدلت عليا وقعدت اقول الحق البطل ده. يا فيه بتمسك نفسك مش كده هتفضحنا. ده اليوم اللي انا اللي انت خدت فيه مني كوبايه الشاي وشربتها، رحت انا كسر لك صف اسنانك وركبت لك صف لولي جديد. واليوم ده برضو اللي انا ما كنتش لاقي فيه محفظتي. يا نهار ابيض. عم فتحي انت لا انا ربنا تاب عليا. عامة كان في موقف برضه كان غريب جدا، انا حكيته للدعاء النهارده. احنا كان على احمد طارق، ربنا يرجعك بالسلامه. على قهوه تمام. قعدنا هناك 3 شهور، كان لسه محاولين القهوه. انت عارف تغيير القهوه ده بيبقى محتاج اوراق، بيبقى محتاج حاجات رسميه، فاهم؟ سي في. سي في. انت فاهم بتروح بتعمل بقى تيست وتروح لاتش الكلام ار ده هناك. بورق. بتروح لاتش ار. ايه بلد. انت فاهم، انت بتنقل حياتك. انت فاهم، انت بتنقل من القهوه لقهوه، انت نقلت حياتك. ايوه فكانت اول مره نروحوا الراجل ايه، ابا نجيب له طلب، ابا نجيب الطلب. قعدنا على كده اسمع ده، قعدنا على كده 3 شهور. 3 شهور احنا فاكرينه اخرس، يعني هو عم محمد محمود ده يعدي ده راجل اخرس. احمد طارق بقى كان فاكر انه اخرس معانا، احنا عرفنا بدري. احنا يعني عرفنا كان احمد طارق كان زعلان قوي على الراجل ده. احمد طارق. انت قلت لي قبل كده كان الراجل ده كان ممكن يعيط عليه، يعني انت فاهم؟ والله قبل كده انت فاهم ايه اللي حصل؟ احمد طارق جينا في مره، اسمع بقى. احمد طارق حكى لك الموضوع ده ولا؟ ايه صعبان عليا. بتتاثر يا المهم يعني جينا مره بنحاسب، فاهم؟ احمد طارق اللي بيحاسب، الراجل ايه بيتكلم بيقول له ايه كام؟ لا انت بتستعبط، مفيش الكلام ده، هو بيحب يهزر يعني. تمام. احمد طارق حاسبه عادي، وانا نازلين بنتريق عليه على الراجل. احمد طارق بيقول ايه يا جدعان ده راجل اخرس. خدش باله. Buona bella se la sentì incomoda, la sentì in posto, se gesivo. O pega un po' انت فاهم بيقول لك ايه؟ بيسالني عن حد في المرور عشان عايز ارخص زرافه. ما خدش باله ان هو اخرس. ما خدش باله ان هو بيتكلم. وعيني كان بالضغط في الشغل والحاجات دي، انتوا عارفين يا عيني كان مدير محل اتضحك عليه في الفلوس في الاخر يعني. انا سمعت برضو ان حوار ان هو لما اتضحك عليه في الفلوس ده كان بايع لك جهاز. كان باين لي تليفون نوكيا معفن. ما اعرفش احمد طارق يعرفك لحد دلوقتي. حبني والله، انا صاحبه يا جدعان. انا ما اعرفش احمد طارق فين لحد دلوقتي. في الجيش بيعمل وطن. طب انا بقى يعني انا ما كنتش عايز اواجهك بالموضوع ده من بدري، بس يعني احمد طارق كلمني من يومين وقال لي انه نازل اجازه. ايوه وانا كمان. احمد يا طارق عيني وهو راكب العربيه اللي توصله اتقلبت، قعدت تلف. طب ما المفروض ان نلحقه بقى، ما نتصورش فيديو. هو قال لي خلي القناه شغاله يا عم فتحي واعمل لي بيزنس. عديها. حتى مقتنع ده الكلام ده؟ اسمه مكتوب في الكافيه. لا مش مقتنع. حتى اسمه موجود في الكافيه. اسمه ايه بقى الكافيه؟ فتحي كوفي شوب. فين طارق بقى؟ فين؟ مكتوب بالقلم الرصاص من تحت. ده هتلاقي عيال شخبط. طب انا برضو في حاجه لافته نظري. انت ليه معلق صوره احمد طارق وعليها شريطه سودا؟ ايه؟ لا دي محطوطه بالغلط، دي ما تاخدش بالك.
مشكلتي فاهم على الهواجي ان هو ما بيسمعش صوت اه هو ده بجد ده بجد. عشان يعني- عشان هو بص اه اقول لك صح. على حاجه. افتكرت اصل احمد موقف. فهمي دايما بيطلب شاي، ومره طلب حاجه غير الشاي غاليه، هو جاب له شاي. لا لا أنت في فاهم؟ موقف تاني. عشان ما يسمعوش. قبل كده كنت قاعد على القهوه اسمها سما في الهايبر، ما علينا يعني. فالمهم قلت له واحد ليبتو، هو تقريبا ما سمعنيش، قام راح جايب لي واحد ليمون. والله كان العظيم بيجيبها فيه. كان معايا 15 جنيه. بص يا ماو، انا ابن ناس جدا جدا، لا ريلي ابن ناس، بس الزمان لطني، انا اسف جدا في الحركه الواطيه اللي هعملها فيك دلوقتي. في موقف يذكرني باحمد الله يرحمه، الله يرجعه بالسلامه. كنت قاعد معاه ساعه ما انتوا كنتوا بتتفرجوا على ماتش مصر. احمد كان واد صحي كده، فكان بيطلب عصاير فريش. الواد ده كان نزيه فاهم، كان معاه فلوس، ما تعرفش هو شايلها فين. لا ما اعرفش. ما علينا اكيد يعني. انت عارف يعني. لا والله بدور عليها. ما علينا انا ما كنت علينا. شايف محفظته في ايدك من 5 دقايق. اما هو ربنا يرجعه بالسلامه كان سابها معايا. مين اللي بيرن ده؟ ده احمد طريق تاني. ما علينا ما علينا. احمد طارق سليم يا عم احمد، يعني طمنا عليه طيب. يا حبيبي ما تخافش. ما تخافش ايه بس. احمد في ايد عم فتحي. ايوه فين بقى؟ انت تخاف من عم فتحي ولا ايه؟ لا خلاص انا طمن. ايد زفرة. المهم يعني فاحمد كان خلي بالك كده عم فتحي السماك دي ماشي. سماك. المهم احمد كان شاب صحي بيطلب عصاير فريش كمان. ففي يوم سال القهوجي عايز عصير موز. فالقهوجي جاب له عصير ليمون نعناع، قال تاخد ليمون ونعناع. راح احمد بكل براءه قال له لا انا عايز موز. اليوم ده انا مش عارف من يومها بصراحه قررت ان انا مش هينفع اقلد احمد، مش هينفع ان انا اقعد مع احمد كتير على او لازم اخليه عشان خليته يشرب شاي. ما علينا ما علينا. عامة انا مرة طلبت ام علي نزل سجد قدامي. سجد ليش انا لا. مش عبادة جديدة دي. المواقف اللي حضرتها قبل كده يعني كان نفسي انزل على نفسي وانا قاعد على القهوه. سالت القهوجي بكام البيبس؟ قال لي 25. قلت له بكام ام علي؟ قال لي 40. قلت له بكام عصير المانجا؟ قال لي 60. قلت له واحد شاي. في الاخر قلت له عايز واحد شاي يعني. عامة علي عملها من شوية. ده يا جدعان حرفيا والله حركه بتضايق قوي. انا لو هو بعيدا عن القهوجيه انا نفس الحركه دي لسه عاملها من لسه شوية. عملها من شوية. لا انا حرفيا الحركه دي لو حد طلبها مني مثلا اللي هو اقول له ده ما فيش شيء يلا خد بالك والله اللي هو انت مش هتفرق معايا 10 جنيه هدفع من جيبي. هواجي شرير. طب انت عارف بجد انا بعيدا بقى عن النزاهه والكلام ده، انا لما اشتغلت في المجال ده انا كنت بحب اللي بيطلب عصير عشان اشرب التوت اللي بيتبقى في الاخر. ده الخلاط. اه ده التيست بتاعنا عادي. اه والله. انا عامة كنت شغال ويتر قبل كده. انت اشتغلت اشتغل يوم. ويتر ولا لا، لا. كابتن اوردر الاثنين. خلي بالك انا عمر بحريه قال لي ان انت كنت كناس. لا وقال لك الأول ما كانش بص- عارف يكنس. ما بص. وقال لك ما كانش عارف يكنس ما انا اشتغلت ستيوارد، بعد كده اترقيت بقيت ويتر. انت نفس نفس اليوم. اليوم ما بتعرفش لا تكنس. ده بعدها بيوم. علي ده هو اشتغل اشتغل ما يومين. اشتغلش غير اسبوع. لا اشتغلت اسبوع. اسبوع كامل. بعد كده اترقيت بقيت كابتن اوردر. فانا شفت في الدنيا أسبوع؟ فانا شفت الدنيا دي كلها. ده البورن ستار ما يا ابن عملهاش. اللعيبه ايوه ده انا عملتها بقى. يا ابن اللعيبه. انت اكيد كنت بتعمل حاجه في المكتب اخر اليوم. لا والله. يا عم اقعد. احمد انا فاهمي. هات لي لاي الشيشه اللي واقعه تحت الكنبه ده كده. مش انا اللي وطت يا بيه. مش انا اللي عري لابس. بعدين انا لابس اوفر سايز اهو. ما ده الحلو. مش هتشوف انا حاجة. بحب كده. لا مش هتشوف حاجه. بحب الهدايا المتخلفه. على فكره مش عايزين وزاره الداخليه اكونت وزاره الداخليه بس. بعدين يا عم فتحي من شنطه انت اكونت. انا عايز اعمل انبوكسنج. بلادي انبوكسنج. بلادي لك حبي وفؤادي. كلمت على الجيش بتاع احمد ده هيفيد. لا انا حلق شبهه وكل حاجه هيصدقوا ان انا ايوه احمد فين بقى؟ انت اتعرفت على نفسك بقى. ايه هو احمد طلع محبوس في المستشفى. مستشفى. فاهم ربنا ايه يا عم يعينه. فتحي انت قلت كميه حوارات على احمد طارق. هو بقول لك ايه تمام بالله عليك. طمنا طيب. بص خليك في حالك عشان انت ايه هترمي معايا لحمه ودهنه كتير يعني. احنا لو عرفنا ان احمد طارق حصل له حاجه، شايف ديشه
مصطفى بتاع الجيم. مصطفى بتاع الدش. عامة يا عم مصطفى بتاع الجيم هيعمل قناه قريب. ايوه تمام، هو عمل قناه اسمها اسمها جون عكس. مصطفى ده الجيم. صح؟ دوس سبسكرايب فور مصطفى بتاع الجيم. اول فيديو هينزل ان شاء الله هيكون قبل الفيديو ده. احمد بعد ديشا مش عايز سبسكرايب بعد الفيديو ده. تمام. خدت بالك ان انت ما جبتش سكت طب عامة يعني في سياق احمد عادي يعني. في سياق الاطار بتاع مجال القهاوي وبتاع. عامة انا واحمد فهمي لينا خبرة كبيرة قوي في الموضوع ده. احنا قضينا الصيف كله شغالين بنلبس دباديب في قهوة. فاهمك يعني ف مين احمد يا جماعه مش انا احمد فهمان دلوقتي. انا عم احمد فهمان. دلوقتي اسالك على فكرة انا يعني برضو في موقف ممدوح واشرف حضروه. حضروا ليه بقى ابن المرأة؟ حضروا ليه؟ ساعد احمد فهمي كان شغال لوحده. لا هقول لك بقى، انا احكي عشان انا لازم احكي عشان انا عايز ادي للناس المنظور بتاعي الفريست سايد. تمام. انا دخلت، احنا داخلين انا والدوحه وعلي داخلين في ظهره بعد كده صف كده، في مدخل في ستيج ونازل عليه نور والدنيا مظلمه من حواليه وغوريلا وفي غوريلا واقفه بترقص. احمد فهمي الاسطوره ولا لابس الغوريلا دي واقف بيهز بالغوريلا ولا اجدعها جوهره ولا اجدعها دينا في عزها. انت فاهم؟ فانا دخلت وعلي بيقول لي استنى بس هو عمل ايه؟ استنى بس خلاص يا فهمي انبوكسنج. ايه ده بس انبوكسنج خلاص انبوكسنج. والله طلع انبوكسنج. طب يا ضاني المهم يعني فايه، انا دخلت وهو حاطط رجله لقدام وعمال يهز للناس والنور منور عليه واغنيه انا اللي كان شاغلني. فانا داخل انا حسيت نفسي ايه محمد رمضان في حبيشه فاهم. وبعد كده بدات ان انا عايز اطلع مسدس كده واعمل له كده فاهم. بدات احس بحاجات غريبه. الدنيا جارحة ومتعبة وناس كتير متعذبة شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسرسبة. لفيت دماغي وقلبي تاه يا ترى اللي جاي يجرح ولا اللي قالوا مجروحين دول ناس ما فهموش الحياة. سألت كل المجروحين. لازم افتكر اليوم ده عامه انا عملت بلوك من يوم. يا جدعان عامة لو عايزين غوريلا ترقص لكم على شيك شاك شوك هنسيب لكم الرقم بتاعنا. عامة انا شاكك انك بتتمرن عند دينا الرقاصة بس انا ما عنديش دليل. انا لو اقول لك ايه، وعمال اضرب انا عندي افتتاح كمان شويه. ما تعالى وريني كده انت بتهز ازاي ولا بترقص ازاي بس كده عشان نشوف لو اجيبك في الافتتاح. خلاص لا يا حبيبي انت بس لسه اتعاملت 5 عم ساعات. فتحي ده عم فتحي انت عندك سرعة صنف. ارقع لك الحبايه يا حبيبي. يا جماعه في ايد برضك عماله تخبط. ده انا يا حبيبي ده انا. يا عم طب خلاص طيب عشان ضهري بيتعبني. معلش يا حبيبي قربنا نخلص الفيديو. تقريبا كان ناسي قرموط جوه البنطلون. وعايزين 5 سحلب كمان اعمل لكم طيب. جايب قرموط حرفيا. خلي بالك انت عشان حبيب احمد طارق واحمد طارق بيعزك مش هكلمك فاهم. انت ما يغركش جو العضلات اللي انت فيه ده. عم فتحي ريح بس. مثلا يا جدعان انا كنت عامل 6 اكتوبر بسامي. حصل والله. بس عامه لا بجد الموضوع غريب وكمان ايه العيال بيضربوا كميه ضرب ولا اجدعها. ايه ده؟ مين طيب؟ روح افتح اشرف روح افتح حبيبي روح افتح. انا رايح يا عم. ايش انا رايح؟ عم فتحي راح فين؟ عم فتحي راح فين؟ استنى اروح اشوف مين. جاي هو فين؟ ايه ده؟